انا مش ساحر، بس اكيد في حد قال لك قبل كده انك مريض القولون العصبي. تفتكر ايه هي الاعراض اللي لو اشتكيت منها تقلق او تشك انك مريض القولون العصبي؟ ده الفيديو رقم 6 من سلسله فيديوهات امتى تقلق. رقم واحد هو الشعور بالم وتقلصات في منطقه البطن، بس لازم يكون الالم ده على الاقل لمده يوم في الاسبوع على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا. رقم اتنين يكون معاه تغيير في نمط البراز، يعني ساعات تعاني من اسهال وساعات يكون في امساك وتبادل ما بينهم. رقم ثلاثة وجود مخاط في البراز. رقم أربعة تغيير في شكل وطبيعة البراز، يعني ساعات يكون سائل وساعات يكون صلب. رقم خمسة وجود انتفاخ وعدم راحة بعد الأكل، بتحس إن بطنك مشدودة ووجود غازات في منطقة المعدة. رقم ستة كل الأعراض اللي أنا قلتها لك دي بتزيد في حالات القلق والتوتر. لو عندك مشكلة في الشغل أو مشكلة في البيت دايما بتلاقي إن الأعراض دي بدأت تزيد، والألم بتاع المعدة والإسهال أو الإمساك بدأوا يزيدوا. لو الأعراض أو العلامات اللي أنا قلتها لك دي عندك فأنت غالبا كده مريض القولون العصبي، ولازم تستشير أقرب دكتور ليك. ما تنساش تشارك الفيديو مع غيرك علشان كله يستفيد، وتكتب لنا في التعليقات أنت كنت بتشتكي من أي عرض من الأعراض دي ولا لأ. أنا محمود ربيع وبقدم محتوى طبي لو حابب تتابعني.